السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا مر في الآيات في سورة الكهف من آية 60 التي تبدأ بقصة وهي من أجمل القصص القرآنية، وهي قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح وهو الخضر. وكثير منا قرأ هذه الآيات ولكن لا يعرف من هو الخضر، هل هو نبي أم وصي أم عبد صالح أكرمه الله في علمه. فذكر في الأديان السماوية كلها، فعند المسيح ذكر بأن اسمه مارجرس، وعند اليهود ذكر أن اسمه آلياس، ولكن اسمه تاليا بن مالكان بن عابر بن أرفخشت بن سام بن نوح عليه السلام. كنيته أبو العباس أو أبو محمد. ألقابه الخضر، العبد الصالح، والعالم. لماذا سمي الخضر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت واخضرت. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما سمي الخضر لأنه صلى على فروة بيضاء فأزهرت خضراء. هل هو نبي حي أم وصي أم عبد صالح؟ هناك روايات تدل على نبوته، منها ما ورد في البحار أن 4 أنبياء أحياء، 2 في السماء وهما عيسى وإدريس، و2 في الأرض الخضر وإلياس، فأما الخضر في البحر وأما إلياس في البر. نشأته ذكرت في القصص القديمة، هو ابن ملك من ملوك العظام، ذو سيرة حسنة في أهل مملكته، وكان تاليا هو ولده الوحيد، وكان يرسله إلى المؤدب ليعلمه، ولكن كان تاليا يجد عابدا ناسكا على الطريق ذاهبا إلى مؤدب ويتعلم منه حتى شب على العبادة والتعبد. وعندما كبر زوجه الملك من أحد الفتيات، وعندما دخلت عليه وهو في صلاته قال لها: ليست النساء من شأني، فإن كنت تحبين أن تقيمي معي وتصنعين ما أصنع كان لك من الثواب كذا وكذا. فوافقت، وبعد فترة سألها الملك: هل حملتِ؟ فقالت: إن ابنك لم يكشف لي عن الثوب. فأمر بردها إلى أهله، وغضب على ابنه وأغلق الباب عليه ووضع عليه الحراس، فمكث 3 ثم فتح عنه فلم يجده في البيت أحد، فهو الخضر عليه السلام. عمره الشريف. قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام حين سئل عن المهدي عجل الله فرجه الشريف: مثله مثل الخضر، أن الخضر شرب من ماء الحياة، فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليحضر مواسم في كل سنة، ويقف بعرفة، ويؤمن على دعاء المؤمنين، ويؤنس به الله وحشة قائمنا عليه السلام في غيبته. قصص الخضر عليه السلام. للخضر مواقف وقصص كريمة وعظيمة. واحد القصص يقولون: الخضر هو من دفن النبي آدم عليه السلام، الذي وصى أولاده أن يدفنوه في مكان معين، ودعا لمن يلي دفنه بطول العمر، ولكنهم هابوا المسير إلى ذلك الموضع، حتى أن كان الخضر الذي تولى دفنه، فإنجز الله ما وعده، فهو حي إلى ما شاء الله. كان الخضر مع ذو القرنين في مسيرته إلى عين الحياة يساعده ويرشده. ونأتي إلى دور الخضر مع الأنبياء، وهي القصة المشهورة: الخضر مع موسى. الخضر مع موسى في الآيات الكريمة التي جاءت في سورة كهف من سورة 60: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العلي العظيم. في
في القرآن جاءت هذه، وفي التفاسير يقولون إن موسى عليه السلام خطب خطبة عظيمة في الناس، فبعد أن انتهى موسى من خطبته جاءه أحد الناس وسأله: أفي الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فيقولون فلم يكلمه الله عدة أيام، وبعد أن كلمه فقال الله معاتبا إلى موسى: يا موسى، أنت قلت إلى الإنسان، إلى الشخص الذي سألك لا، ولكن هناك شخص أعلم منك، وأعطاه إلى مجمع البحرين، وآية وصولك إليه هي إرجاع الحوت إلى الحياة، والحوت دليل على السمكة. فأخذ معه فتاه يوشع بن نون، وذهب وعهد على نفسه موسى أن لا يجلس أو يستريح إلا أن يصل إلى ذلك العبد ويتعلم من علمه، فإنه عبد صالح. فذهب إلى مجمع البحرين، فوجد يوشع بن نون الفتى مع موسى أن الحوت رجع إلى الحياة ونط في البحر، ولكن هو أنساه الشيطان أن يقول إلى موسى. فأكمل المسير، فوجد تعبا وجاعة، فأراد موسى أن يأكل السمك وهي الحوت التي معهما، فتذكر يوشع بن نون أن السمكة عادت إلى الحياة وقفزت، فقال إلى موسى، فدله أين كان، وهي إلى جنب صخرة عظيمة. فعاد إلى ذلك المكان فوجد عبدا مستلقي على ظهره، فسأله: هل أنت العبد الصالح الذي أرسلنا الله لك؟ فقال: لا، أنت موسى ابن عمران. فقال له: أريد أن أكون معك في المسير لأتعلم من علمك. فقال له: ألا يكفيك أن التوراة معك وأنك كليم الله؟ فأصر عليه موسى أن يأتي معه. فقال له العبد الصالح مجاوبا: إنك لا تستطيع معي صبرا، كما ورد في القرآن الكريم، أي إنك لا تستطيع أن تتحمل ما سوف تلقى معي. ولكن موسى قال: إن شاء الله أن أكون صابرا على هذا الاختبار. فانطلقا في المسير، وأول ما وصل إلى مركب فيها 2 من الشباب، فعرفا العبد الصالح فأصعدهما بدون أجر. وعندما انطلق ووصل في نصف البحر، قام الخضر وهو عمل لم يفهمه موسى، وهو نبي من أنبياء وأولي العزم، فأخرق السفينة، أي عايب السفينة أو عمل بها ثقبا. فقال له موسى أن هؤلاء الشباب أصعدونا في المركب وعانونا، وأنت عملت هذا الشيء، فإنه شيء ليس جيد. فقال له العبد الصالح ويذكره: قلت لك أنك لا تستطيع معي صبرا، أي لا تتحمل ما سوف تلقى من العجائب والغرائب. فقال موسى معتذرا له: لقد أنساني الشيطان، سوف أتحمل ما ولن أسألك مرة أخرى إن شاء الله. فعندما وصل إلى مدينة ووجد فيها الأطفال يلعبون، فوجد طفلا فلزمه الخضر وقتله. فقال موسى، وهي قتل النفس البريئة ما حرم الله قتلها، متعجبا مستغربا، قال: كيف تقتل نفسا بغير ذنب؟ فرد عليه الخضر وهو من الاختبار العظيم: إنك لا تستطيع معي صبرا. فأقسم عليه موسى أن يسمحوا له بالمسير معه، وعاهده إن سأله مرة ثالثة أن يفترقا.
فقال له العبد الصالح: لنتحرك. فوصل إلى مدينة فطلب أن يضيفوهما، فلم يضيفهما لبخل هذه المدينة، ويعني لا يريدون تضييف الناس. فدخل إلى المدينة فوجد حائطا مائلي يريد على السقوط، فقام العبد الصالح بتسويته وعمله جيدا وأصلاحه. فسأله موسى: لو طلبت المال على هذا الشيء من الناس هؤلاء لكان لك شيء أفضل. فقال له العبد الصالح: هذا فراق بيني وبينك. هذه القصة التي توجد في سورة الكهف من القصص الجميلة، والتي تدل على أن الإنسان لا يعلم كل شيء، أن الإنسان مهما وصل إلى علم فلا يكون يفتخر على هذا الشيء، لأن كل شيء لديه أعلم منه. كل شخص في الأرض يوجد شخص أعلم منه. فقال له: هذا فراق بيني وبينك يا موسى، وسوف أنبئك وأخبرك لماذا فعلت هذه الأشياء الثلاثة التي تكون في نظر الكل وفي نظرك إنها شيء عجيب وغريب، ولكن إنه أمر من الله ووحي منه. فقال له: يا موسى، أما السفينة التي خرقتها أي أعيبتها، هناك كان ملك يعني أين سوف ترسل السفينة؟ أي سفينة صالحة جيدة سوف يأخذها غصبا. فالخضر أعاب هذه السفينة لكي لا تعجب الملك ولا يأخذها، لأن هذه السفينة إلى مسكينين وهما يتيمين صالحين. وفي الاختبار الثاني وهو قتل الطفل، وقال إنه سوف يكون ولدا عاقا لوالديه ووالديه مؤمنان صالحان. فأمرنا الله بأن أقتله رحمة منه إليهما، إلى الوالدين، لكي لا يرهقهما في كفره وعناده يوم القيامة، يوم يكبر. وفي الرواية وهو الاختبار الأخير هو الجدار المائل الذي يريد أن يسقط. فقال له: يا موسى، إن تحت هذا الجدار كنز، لو سقط لكشف إلى أهل القرية فأخذوه وسرقوه، وأن هذا الكنز ليتيمين صغيرين كان والدهما عبدا صالحا ومؤمنا. فأمرنا الله بأن نقوم هذا العمل إلى أن يكبر هذه الصبيين لكي يستخرجا هذا الكنز ويعيشان عيشة هينة. فهذه 3 اختبارات أعتقد الكل سوف يرسب بها إذا وقع مثل هذا الاختبار. إنه اختبار عظيم، أي كل شيء يحدث في الحياة ومن القصص المعبرة التي تدل لو أن شخصا وقع في مصيبة، مثلا الطفلين، الطفل الذي ذبح، كل هذه المصائب لو فكرت إلى راعي هذه الشخص. ولكن عندما تستدرك وعندما أدل العبد الصالح موسى وهي رحمة من الله، فكثير من المصائب التي تحدث لنا وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى لنا، ولكن لا نعرف الخير إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونرجع إلى الخضر. وفي القصص التي تقول الخضر مع أهل البيت عليهم السلام، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنه في أحد الأيام بينما كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوارع المدينة، أقبل شيخ طويل القامة ذو أكتاف عريضة وحسن اللحية، وسلم بكل احترام على رسول الله وسأله عن أحواله، ثم التفت إليه وقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته. فتوجهت إلى رسول الله وقلت: وهل هذا صحيح يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجاب: نعم صحيح.
فلله 4 خلفاء. الخليفة الأول هو النبي الله آدم عليه السلام. إني جاء في الآية بسم الله الرحمن إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة الثاني هو نبي داود عليه السلام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. والخليفة الثالث وهو النبي هارون عليه السلام. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح. صدق الله العلي العظيم. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي، فأنت خليفتي ووصي ووزيري، وعلى هذا الأساس أنت الخليفة الرابع. وكان أمير المؤمنين عليه السلام، وفي القصص الأخرى كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في المسجد البصرة، ومعه كميل بن زياد في جماعة من أصحابه، وذكر ليلة النصف من شعبان، إلى أن قال: ما من عبد يحيا ويدعو بدعاء الخضر عليه السلام إلا يجيب له. فلما انصرف جاء كميل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويسأله عن دعاء الخضر، فعلمه إياه وقال: احفظه وادعو به كل ليلة جمعة، أو في شهر مرة، أو في كل سنة مرة، أو في عمرك مرة، تكفي وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة. وهو ما يدعو به كميل بن زياد، وله دعاء عظيم الثواب، وهو دعاء كميل بن زياد. الخضر يعزي أهل البيت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعود لتعزية بوفاة أمير المؤمنين. وفي القصص يقولون إنه نعى يوم قتل الإمام الحسين عليه السلام ببيتين من الشعر: أصبروا آل الرسول، قتل الفرخ النحول، نزل الروح الأمين ببكاء وعويل. وإلى هنا تنتهي حلقتنا عن الخضر، إن شاء الله نالت إعجابكم. فننهي الحلقة بالصلاة على أفضل خلق أجمعين، محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. اللهم صل على محمد وآله أجمعين.